بعد عن القاعات والأفراح واهتم بكل الناس اللي كانت موجودة من أول الوزير لحد العمال، وحب إن الجوازة تبقى مباركة، وبعد عن الشو الكبير في الأفراح. وفرحة العريس والعروس ما كانش فيه زيها أبدا. نجوم الوسط الفني كلهم كانوا موجودين، وأم العريس لبست بدل الفستان 2 وجمع اللي محدش يقدر يجمعهم بسبب حب الناس له. فرح ابن هاني رمزي مش هتصدق اتعمل فين، ومعقول اللي حصل من هالة صدقي بعد الفرح. ويا ترى يسرا خرجت مع مين من مكان الفرح، ومين اول حد مشي من الفرح، ومعقول فنانين اول مرة يظهروا مع مراتاتهم في مناسبات عامة. تفاصيل كتيرة حصلت في فرح ابن هاني رمزي هنعرفها في الفيديو ده، وهتشوفوا مفاجآت مش متوقعة. هاني رمزي احتفل بأول ابنه له والبكر بتاعه، والفرح كان مختلف عن أي فرح فنان قرر إنه يعمله لابنه قبل كده. ما أصل هاني خرج من جوه القاعات والأفراح العادية اللي الناس كلها عملتها، وقرر إن الفرح يكون في التجمع الأول بس في كنيسة عشان يتعمل الإكليل وتبقى حاجة تعتبر على الضيق من غير تفاصيل كتيرة. الفرح بدأ أول ما العريس والعروسة وصلوا الكنيسة، وبرضه العربية اللي جابتهم كانت عادية، وطلع هاني مش غاوي أفوارة خالص. دخلوا الكنيسة هاني كان واقف على الباب يستقبل كل الفنانين اللي جايين عشان خاطره، وبعد ما اتأكد ان الناس وصلت والفرح خلاص هيبدأ، دخل هاني ومعاه مراته في ايديه، وكانت أميرة وأميرة، وهم مبسوطين بالناس اللي جم الفرح والمعازيم اللي حواليهم. المفاجأة انه تقريبا مفيش حد من الوسط الفني ما كانش موجود، من اول يسرا والهام شاهين وهالة سرحان ولبلبة، ده غير ادوارد ومراته اللي اول مرة تظهر معاه في مناسبة. كمان ماجد الكدواني اللي كان موجود هو ومراته، وكان مبسوط جدا لابن هاني رمزي. اما بقى اشرف عبد الباقي فكان اول الناس اللي حضرت الفرح، وكمان اول الناس اللي مشيت، وكان معاه مراته مع كل الفنانين اللي معاهم مراتاتهم. محمود حميده جه لوحده وحضر الاكليل ومشي برضه لوحده، وهو متعود على كده من زمان قوي. هالة صدقي كانت موجوده وظاهره بين الناس ومبسوطه لصديق عمرها، وكمان مجد المصري وريهام حجاج وعماد زياده وفنانين كتير قوي. اول ما الاكليل بدا حصلت مفاجاه من يسرا والهام شاهين وليلى علوي، وانهم قاموا وقفوا احتراما للاكليل والبابا اللي كان بيعقد الجواز، ودي حركة الناس كلها قدرتها منهم على الآخر. كمان كانوا جنب أصدقاء عمرهم لبلبة وهالة صدقي. وبعد ما الإكليل خلص وبدأت الناس تبارك للعريس والعروس وهاني رمزي وياخدوا الصور معاهم، رامي إمام ابن الزعيم عادل إمام أخد يسرا ووصلها لحد عربيتها، وبعد ما اطمن عليها مشي. كمان إلهام شاهين وهالة سرحان وليلى علوي خرجوا سوا، وبقوا مش بيسيبوا بعض تقريبا في أغلب المناسبات. كل ده واللي حصل مع هالة صدقي كوم تاني، وهو إن في كاميرات كانت عايزة تصور معاها وتاخد منها كلمة، بس هي تصرفها كان مفاجئ. قالت انه ممنوع ومشيت بسرعه ورفضت تتكلم مع اي حد. بس هاني رمزي بقى كان اخر واحد مشي من الكنيسه، ومش بس كده، لا ده وقف اتصور مع كل العمال في الكنيسه، وكان بيشكرهم على كل التعب اللي تعبوه معاه خلال اليوم. انتوا بقى ايه اكتر حاجه عجبتكم في الفرح؟